السلام عليكم، ازيكم يا أصدقائي؟ يا رب تكونوا بخير. طول ما انت عايش هتفضل تتعلم ان مش كل حاجة حلوة لازم تدوم. هتتعلم ان في ناس هتكون مراحل في حياتك، هتيجي لغرض يعلمه الله وهتمشي. هتتعلم مين اللي تبكي على كتفه، وهتتعلم ان ساعات لازم تمسح دموعك بإيدك انت وبس. هتتعلم تحب، وتتعلم تفارق، وتفقد جزء من روحك وتكمل. هتتعلم من الناس اللي جرحتك وخذلتك، وهتتعلم من اللي انت جرحتهم، وهتشوف الدنيا وهي بتدور، وتعلمك ان الشيء الوحيد الأكيد ان مفيش حال هيدوم. هتتعلم ايه؟ ثقة، ويعني ايه جدعنة وأصول. والدروس دي هتتعلمها من الخاين والندل وقليل الأصل قبل الصاحب الجدع ابن الأصول. هتتعلم انك تعيش بشوية تشوهات جوه نفسك، بس عادي، مش عادي، كله خير. هتتعلم انك لسه قدامك كتير، ولازم تفضل تربي نفسك، وكل ما تتعلم هتدرك انك امام علم الله قليل جدا. هتتعلم ان في ناس في حياتك ما ينفعش تسيبها، لازم تثبت فيهم بايدك واسنانك، علشان الناس دي ما بتتعوضش. وهتتعلم انك ساعات لازم تفتح الطريق للي عايز يمشي، وانت قلبك راضي وماشي في سكتك. ومن أكبر الحاجات اللي لازم تتعلمها إنك تسامح نفسك وتسامح اللي حواليك، وتتعلم إن أكبر كنز لك هي أعمالك الخالصة لله. وإن كان اتكتب عليك تعافر، فربنا يكتب لك إنك تعافر في السكة الصح ومع الناس الصح وعلشان الهدف الصح. عايزة أقولك حاجة اتعلمتها من الدنيا: اللي بيقول حاضر ونعم وبيرضى وبيسكت وبيعدي وبيتنازل، محدش هيشيلها لك، ولا هيجي وقت ويتقالك كتر ألف خيرك، ولا هتتعوض عن ده أبدا. هتفضل طول عمرك اللي بتعمله إن جسمك زي ما هو، ربنا مبارك في شكله ومبارك في اللبس، فلسه محتفظ بجماله ورونقه. والبركة في إنك تاكل أكل قليل وتشبع، وأكل بسيط وتستطعم وتتمتع بالنعمة. البركة في إنك تنام حبة قليلين وتصحى فايق ومنتعش. البركة في إن اللي معاك حتى لو قليل يكفي متطلباتك وما تحتاجش لحد. البركة في إنك تلاقي شوية صحة وقت ما تحتاجها، وتلاقي شوية حكمة وقت أي مشكل. البركة في إنك تروح مشوار شايل همه وتلاقيها اتيسرت، معرفش إزاي. البركة في إنك تلاقي كل الناس بتحبك من غير مجهود منك. البركة إن رغم عباداتك القليلة ومجهودك الضعيف تلاقي ربنا مبارك فيها ومعاك في كل وقت. البركة في حاجات كتير لا تحصى ولا تعد، بس احنا اللي دماغنا ضيقة. يا رب بارك حياتنا. امرأة كان زوجها يسافر كثيرا، فكانت تخاف عليه وعلى أولادها من الفتنة. وذات يوم قال لها زوجها: يحدث معي أمر غريب، شيء يمنعني عن الحرام من نظر أو مكالمة أو غيرها. ويوم آخر أتاها ابنها الكبير وسألها: أمي، ماذا تدعي لي؟ أنا عندما أذهب مع أصحابي عند مدارس البنات قلبي ينقبض، فأرجع ويعطيني أصحابي أرقام بنات، وإذا اتصلت أحس بضيق لا يزول إلا إذا قطعت الاتصال، وحتى وأنا جالس وحدي على النت هناك شيء يمنعني عن الحرام حتى لو نظرة. فأخبرتهم أنها بعد كل صلاة تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستودعك ديني وأمانتي وذريتي وزوجي
وقلبي وقلب ذريتي وقلب زوجي وسمعهم وأبصارهم وجميع جوارحهم. التخطي مؤلم، التخطي صعب، التخطي مش بيجي بالساهل، بس بيجي مشكلته إن اللي بيبقى عاوز يتخطى بيبقى عاوز يرتاح، والتخطي علشان يحصل لازم تتوجع الأول كتير، لازم تقعد مع جرحك وتفتحه، لازم تقضي وقت مع تفاصيل الذكرى، لازم تهضم وتستوعب تفاصيل الألم اللي مريت بيه. الخطوة دي ممكن تاخد معاك وقت، وممكن بعد ما تعديها تلاقي نفسك بترجع لها تاني علشان لسه في بواقي ما تفضتش. التخطي مش زرار هتدوس عليه هتنسى اللي حصلك وتعيش مرتاح، هو ليه مراحل وبتاخد وقت. هتحس بألم، غضب، حزن، وجع، ضيق، صدمة، قرف، اشمئزاز، لحد ما توصل للقبول. ساعتها هتعرف إنه كان يستاهل تخوض علشانه كل الألم. آخر أتاها ابنها الكبير وسألها: أمي، ماذا تدعي لي؟ أنا عندما أذهب مع أصحابي عند مدارس البنات قلبي ينقبض، فأرجع ويعطيني أصحابي أرقام بنات، وإذا اتصلت أحس بضيق لا يزول إلا إذا قطعت الاتصال، وحتى وأنا جالس وحدي على النت هناك شيء يمنعني عن الحرام حتى لو نظرة. فأخبرتهم أنها بعد كل صلاة تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستودعك ديني وأمانتي وذريتي وزوجي وقلبي وقلب ذريتي وقلب زوجي وسمعهم وأبصارهم وجميع جوارحهم. التخطي مؤلم، التخطي صعب، التخطي مش بيجي بالساهل، بس بيجي مشكلته إن اللي بيبقى عاوز يتخطى بيبقى عاوز يرتاح، والتخطي علشان يحصل لازم تتوجع الأول كتير، لازم تقعد مع جرحك وتفتحه، لازم تقضي وقت مع تفاصيل الذكرى، لازم تهضم وتستوعب تفاصيل الألم اللي مريت بيه. الخطوة دي ممكن تاخد معاك وقت، وممكن بعد ما تعديها تلاقي نفسك بترجع لها تاني علشان لسه في بواقي ما تفضتش. التخطي مش زرار هتدوس عليه هتنسى اللي حصلك وتعيش مرتاح، هو ليه مراحل وبتاخد وقت. هتحس بألم، غضب، حزن، وجع، ضيق، صدمة، قرف، اشمئزاز، لحد ما توصل للقبول. ساعتها هتعرف إنه كان يستاهل تخوض علشانه كل الألم ده. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اجعل في قلوبنا نورا، وفي قبورنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وفي عظمنا نورا، وفي لحمنا نورا، وفي أنفسنا نورا، وفي أهلنا نورا، وفي آبائنا نورا، وفي أمهاتنا نورا، وفي أزواجنا نورا، وفي ذرياتنا نورا، وأعطنا نورا وأعظم لنا نورا، واجعل لنا نورا من نورك، فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين. وإلى اللقاء. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. دمتم لي أصدقائي بكل خير، وإلى اللقاء. كان معكم جيهان مكاوي. مشاهدة للآخر ودعمونا يا حبايبي.